السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قناة أمام الفن. دلوقتي هنشوف أهم القوانين اللي ممكن تقابلك إن شاء الله. أولاً في الجبر يا شباب القانون العام هو عبارة عن إحنا عارفينه العدد التخيلي تمام، تساوي عدد مركبي لازم تلاقي الأول بيساوي الأول، الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. عدد مترافقان لازم تلاقيهم شبه بعض، حاصل ضربهما الحد الأول تربيع ناقص الحد الثاني تربيع. خلي بالك إن الأربع حاجات وأربعة متتاليان لازم يكون مجموعهم بيساوي صفر. احنا ده كله عارفين. تحديد نوع الزام المعادله، لو كان حقين مختلفان فلازم المميز يكون اكبر من صفر يساوي صفر، يبقى هما الاثنين حقين متساويان. اما لو كان بالسالب يبقى مركبان مجرد حقيان والحاله دي ملهاش حلول. اذا كانت المعادله التربيعيه عدد نسبيه كان يلزم حقين ونسبيان. اذا كان لام وميم هما جذر المعادله، يبقى مجموع الجذرين سالب باء على الف وحاصل ضرب الجذرين ج على الف. إذا كان أحد أجزاء المعادلة ألف س تربيع زائد باء س معكوس الجمعي معكوس ضرب الآخر يبقى الباء بصفر. أما لو قال لك معكوس جمعي دي كده مشكلة تظهر. أما لو قال لك معكوس ضربي فالألف بتساوي ج. إذا كان مجموع جذري المعادلة دي تساوي حاصل ضربهم فتبقى الباء بتساوي سالب ج. ركز يا شباب خالص إن المعادلة التربيعية تذكر المتطابقات، أهم من المتطابقة دي. بعض المتطابقات اللي لازم تخلي بالك منهم المطابقه دي، لم تربيع زائد ميم تربيع المجموع تربيع ناقص 2 فحاصل ضرب. لو قال لك ناقص ركز كمان في ده كله اشارات مهمه. طيب اللي بعده اشاره الداله الثابته دائما مثل، لو كانت الباء موجبه يبقى مثل ونفسه. لاحظ تغير اشارات الداله. لو كانت اكبر من صفر يبقى حقيقيين مختلفان ويمين نفس وشمال عكس. اما لو كان الجذران احدهما مركبين غير حقيقيان. بالنسبه لحساب المثلثات اوجد قياس الزاويه، اي زاويتين الموجب والسالب بتاعتهم قياس الموجب وقياس السالب مجموعهم ب 360 درجه. عشان تشوف زاويه مكافئه لها بتضرب 360 بتزود عليها 360 او بتضرب منها 360. عشان تكون لازم يكون لهم كلهم بالوضع النهائي. الزاويه اللي قياساتها صفر دي اسمها زوايا رباعيه. بس خلي بالك من مساحه الدائره باينه، خلي بالك مساحه الدائره باينه والباينه تربيع. تمام؟ اللي بعد شباب خلي بالك عشان تحول من السيتا لسيتا دائر بتضرب من السيتا للسيتا دائر بتضرب في 180 على باي، والعكس لو كنت عايز السيتا نفسها. اللام بتساوي سيتا دائر على نقط بالتقدير. الدوائر المثلثيه الجا بتساوي الجتا تمام؟ دائره الوحده س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 1، حيث ان ممكن كمان تستخدمها في المثلث بتاخد المقابل على المجاور. يمكن كتابه النقطه س وصاد على هيئه الجتا والجا. افهم من كده مستر المسقط الاولاني اللي هو السين عباره عن الجتا والمسقط الثاني هو الجا. ق عباره عن مقلوب الجتا، القتا عباره عن مقلوب الجا. وركز خالص ان الزاويه في كل الزوايا كل واحده ليها نسبه معينه. فالزاويه الاولى تفضل سيتا زي ما هي، في الثاني 180 ناقص سيتا، وفي الثالث 180 زائد سيتا، وفي الاخير 360 ناقص سيتا. يهمك خالص في الربع الاول الثاني الثالث الرابع. في الاولاني كل الدوال موجبه، في الثاني الجا والقتا بس. الدوال في الاولى كل موجب، في الثانيه الجا والجتا، هنا الظا والظا واخت، وهنا الجا اما في اللي بعده القانون العام لحل المعادلات، الجا بيساوي الجتا والجتا بيساوي الجا. فافهم كده ان مجموعهم لازم يساوي 90 درجه. اذا كان فان نون الظا بتساوي الظا يبقى مجموعهم بيساوي 90 وتزود نص دوره وتزود نص دوره. اخيرا لو سالك عن دي فالف جا باء س الوحيده اللي بتمر بنقطه الاصل هي الداله بتاعت الجا. لو عايز منك المدى سالب الف والف، اما لو عايز منك الدوره تبقى 2 باي على القيمه المطلقه لباء. دي مهمه. الف مداها دايما وبتزود عليه القيمه اللي هو مديها لك في الاخر دي. ليه شرط افتكر ان الصاد هي بتاعت الجا فمعكوسه هو الجتا. لو معاك رباعي دائري موجب وسالب الحاجات دي حاول نشيلها من الهندسه. يقال المضلعين دول لهم نفس الاضلاع كان شرطين معا تساوي تساوي متناظره. لو كان اكبر من الالف خلي بالك معامل التشابه، لو اكبر من الالف يدل على التكبير، لو محصور يبقى تصغير، لو بيساوي يبقى تضامن. جميع المثلث جميع المربعات المتشابهه جميع المضلعات مش عارف ايه. حالات التشابه زاويتين مضل، اطوال الاضلاع كلها
او الزوايا. خلي بالك هنا التوازي جاي على طرف ناحيه واحده، التوازي جاي من ناحيه واحده، فتاخدها الف س ص الف باء ج. اما هنا معكوسه مثلا فتاخدها الف ج باء، هتاخد الناحيه الثانيه ها ج باء معكوسه. ومنها التشابه يثبت ان الف ج على الاقصاد اللي هي الهاء ج بتساوي ج باء على الاقصاد تساوي الف باء على الاقصاد. اللي بعده ماشي عندي لا اقول اعمل هنا يا شباب في الدايره دي. والكل طالب بيعافر وبيعاند وبيسعى، اسعى هتلاقي. ربنا يوفقكم وبشركم بكل حاجه حلوه تتمنوها. في الدايره دي هتبقى جزء في جزء بيساوي جزء في جزء، اما هنا المماس تربيع بيساوي جزء في كل، وهنا جزء في كل بيساوي جزء في كل. التناسب في المثلثات التناسب ده سهل، جزء على كل بيساوي جزء على كل، كل على جزء، براحتك اللي انت عايز تعملها كده. في المنصف الداخلي ألف ب على الألف ج بتساوي ب د باء على د ج. في المنصف الخارجي نفسها هي. تيجي بقى في القانون لو محتاج منك طول يبقى الألف ده بتساوي جذر اللي بره ده الناقص اللي جوه، أما في الداخلي اللي جوه ناقص اللي بره، اللي هي القاعدة ناقص الضلعين اللي بره. المنصف الخارجي لزاوية يوازي المثلث المتساوي الساقين، منصفة الزاوية بتتقاطع في نقطة واحدة. المنصف الداخلي والخارجي بيكونوا عمودين على بعضهم. قوة النقطة الألف م تساوي بعد النقطة تربيع ناقص النقطة تربيع، حيث ألف تقع خارج الدائرة. لو كانت قوة النقطة أكبر من الصفر تقع خارج، لو بتساوي صفر تقع على الدائرة، لو كانت أصغر من الصفر هي بالسالب يبقى تقع داخل الدائرة. قوة النقطة لو في حالة المماس يبقى المماس تربيع، لو في حالة إن هي ضلع يبقى جزء في كل أو جزء في كل. ركز يا شباب إن المماسات قياس الزاوية لو هي كده يبقى نص الفرق، نص الفرق، أما هنا نص المجموع. هنا نفس الفكرة نص الفرق، وآخر دليل هي نص الفرق بتاعنا. قياس أي زاوية من دول طبعا الحاجات دي كلها تراكمية. ركز هنا الألف باء تربيع ب د في باء ج، الألف ج تربيع د ج في ج باء. أما لو عايز منك الألف د ألف ب في ألف ج بيساوي ج باء في ج د. مساحة أي مثلث في الدنيا الأضلاع تربيع، قواعد تربيع، مساحات هتربع. نسبة بين مساحتين مثلثين، مساوي بين مثلثين، تمام؟ نسبة بين مضلعين، وأتمنى لكم التوفيق. متذكر وبقى